اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي في الدنيا؟ ازيكم عاملين ايه؟ رب كله بخير وصحة وسعادة وسلام، اللهم امين رب العالمين. عاملين ايه؟ وحشتوني. اللهم نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. اللهم نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. من ايه؟ احنا دلوقتي بغسل خضار. احنا بنقول عليه خس محلاه ومعرفش انتوا بتقولوا عليه ايه. طبعا لازم نغسله قوي قوي قوي، ميه جاريه، بنقعه شويه في خل، ميه وخل، وايه، واغسله. هو لو كبير عن كده بقى ايه بفصصه، يعني ممكن اقطع الواحده 2 أو 3 زي ما يكون، او افصصها خالص واخلي القلب لوحده كده. تمام. انما هو مش مستاهل يعني ان اقطعه، يعني هو مش كبير قوي للدرجه. بقوم غسلاه كويس قوي قوي قوي، بفتحه كده تحت الميه عشان لو في اي طينه في اي حاجه تنزل طبعا، وينضف كويس عشان يتاكل برضه بنفس حاجه. عن نفسي انا بحب القلب والراس، اللي بره دي قليل بقى. بنغمس بيه بالعيش مع جبنه قديمه، مع الفطار، مع العشاء، باي في الغدا. يعني في ايام كده دلوقتي بقى اساسي اصلا على ايه، على الطبلية. خدته ونشفته كويس قوي. في الناس لو عندها حبال وكده، عندنا شباب في الشقة، ف نشفته كويس على فوطة كده، وخدت الخس وعود عود وقشرته. قشرته شوفي بقى كده. عشان ايه؟ هنحشيه. طبعا انا عملت معاكم خلطة المحشي كتير قبل كده، كلنا عارفينها طبعا. كلكم ستات شاطرة وبنات شطورات وعسليات. تسلم ايدكم يا رب. مين بحب محشي الخس؟ محشي الخس جميل، بارد وحلو أوي بصراحة. خلصت كله كده. صلوا على النبي واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى احلى شويه محشي ورق خاص. انما ايه، زي ما شفتوا غسلنا الخاص كده وقشرته اهو، بس هو كان عايز يبقى شويه في الشمس. بس يلا عادي، انا ممكن اعمله كده احشيه كده عادي برضه خالص، مش هيقول لا. هوريه لكم معايا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنعمل خلطه البصل ونعصر الطماطم. يلا بينا. بسم الله. كده عصرت الطماطم اهو. هقطع البصل. ثواني وارجع على طول، ولا سحر ولا شعوذه. اتعملت على طول ايه، خلطه المحشي. انا ما رضيتش اطول عليكم الفيديو والله، فعملتها. ما صورت الصراحه المقطع ده، مش هقول صورته لا لا، احنا مصوره كتير. المهم جبت خلصت خلطة المحشي، وجبت غسلت الرز بتاعنا واقلب كله على بعضه. فهاجي اقلبه بقى، هيبقى الحاجه صغيره، الصينيه دي صغيره، هجيب طبق كبير وايه واقلب فيه. الخضره بتاعت المحشي طبعا غسلاها كويس قوي ومخرطوها. طبعا. كل في ناس يقول لي محشي خاص ايه، والاخضر بحبش الاخضر، وفي ناس بتحب تعشق الاخضر، في ناس بتعشق ورا الخاص بس بتحبش الكرنب. في ناس تحبه كله يعني مشكل كله على بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك كل ما يعجبك كل ما يعجب الناس. صح؟ هو المثل ده صح برضه ولا مغلطة؟ انا هقلب بايدي طبعا، غاسله ايدي ومنضفه ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبته في حاجه واسعه عشان اعرف اخد حريته وانا بقلبه. بسم الله. بدل ما اعمل ويقع. هنتكلم بقى على الايد، احنا اللي هناكله، وكل واحد ايه حر في ايه في مطبخ. المحشي بالذات تقريبا يعني مش في جوندي، يعني مش في كلابزون. بسم الله. بنحط على اللي هي الجهه الباهته اهو. بسم الله كده اهو، زي السمبوسه اهو. بسم الله. في ناس تعرف تعمله، في ناس ايه ما تعرفش اهو. اهو اهو. غيره كام واحده. بسم الله. غيره. الله ينور عليك. يوم كده اهو. بسم الله. كده زي السمبوسه بالظبط.
في ناس تقول ما بعرفش اعمله، هو سهل جدا. في ناس تعمله عن المحشي اللي هو الكرنب، في ناس متعرفش تعمله اصلا، تعمل محشي كرنب بس. اهو احط واجيب كده واجيب دي كده. في ناس كتير بتعمله وبتحبه. بسم الله. اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شوفوا الرصه دي بقى، مفيش اي حبايه رز ما تطلعش. اهو نفسي كان يبقى كله زي كده. الناس تحطه في الشمس شويه. بسم الله. عشان ايه؟ يدبل بس كده. تذكر الله طول ما انت قاعده. اهم حاجه في النية مثلث. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت معايا الحله اللي انا حشيت الشطه ورق الخس. بيبقى طلع منه بايظ كتير، فما فيش مشكله، الحمد لله. يكونوا معانا. طبعا هيتسوى بقى الميه، هتبقى ايه على اول السطر كده من هنا، لان ورق الخس ده بنزل ميته اصلا مسوي نفسه، يعني مبيحتاجش ميه كتير قوي زي ورق الكرنب ده. يعني ايه الميه بتبقى ايه نص السطر الاولاني كده. تمام. بتحط، لا مش ميه بقى، ممكن تحط شوربه، ممكن تغلي ميه وتحطها، تحط عليها مرق دجاج زي ما هنعمل كده، بنغلي ميه، ما عندناش شوربه. في ممكن تحط شوربه فراخ، شوربه بط، اي شوربه عن شوربه لحمه. ما فيش شوربه بتغلي ميه، تحط فيها حته سمنه حلوه ومرق دجاج وحبه شعر، يعني ملح صغيرين خالص. لو المحشي بتاعك حادق سيكه ما تحطش حاجه، لانه الورق الخاص مستحمل زي الكوسه بالظبط، مستحملش الملح. تمام. بعد ما تستوى نوريها لكم. تمام. حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. وبقى للاسف في اللحظه دي بقى فعلا والله انا صورت، ما اعرفش المقطع ده راح. صورنا بعد ما استوى وكان جميل طبعا، تحفه بصراحه. طبعا عملنا برضو كيكه مش انا عاملاها المره دي، بسينة تسلم ايديها هي اللي عاملاها، ما شاء الله عاملاها ما شاء الله جميله تحفه، طعمها روعه بجد بامانه، طعمها تحفه. اللي كنت عاملاها معاكم قريب. هعملها تاني وتالت. مش عارفه، هي بتيجي اوقات كده بتبقى طعم الكيكه جميله قوي وتبقى عايز تعملها على طول. في الصيف يعني اليومين اللي فاتوا بتاع الصيف الواحد ما كانش عايز كيكه خالص. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، احلى على في الدنيا.